صباح الفل، ازيكم عاملين ايه؟ لو انت عايش في مصر او في اي دولة عربية او في اي مكان تاني في العالم وحابب انك تيجي وتدرس هنا في استراليا سواء للدراسة بس او حابب ان انت تيجي وتعيش وتهاجر لاستراليا في المستقبل، فيديو النهاردة بقى من الفيديوهات اللي لازم تتفرج عليها للاخر. انا كنت اتكلمت قبل كده في فيديو عن الدراسة في استراليا بس ما غطيتش الموضوع ده بشكل كافي زي ما انا هتكلم عنه النهارده. الهجرة لاستراليا هي هجرة نقط. علشان تهاجر فانت محتاج تكون محقق 65 نقطة، وفي كذا حاجة بتقدر انت تجمع منها عدد النقط ده زي السن والانجليزي والخبرة في شغلك من بعد التخرج وكمان المؤهل العلمي. علشان تهاجر لاستراليا لازم يكون معاك مؤهل علمي، يعني شهادة علمية من جامعة او معهد. اقل حاجة كمؤهل هو الدبلوم بتاخد عليه 10 نقط، او بكالوريوس بتاخد عليه 15 نقطة، او دكتوراه بتاخد عليها 20 نقطة. ما ينفعش تهاجر لاستراليا بشهادة الثانوية العامة بس، لازم تكون معاك مؤهل عالي درجة علمية، اقل حاجة دبلوم واعلى حاجة هي الدكتوراه. وايا كان انت دارس فين ومعاك كمية كورسات وشهادات، كل ده هنا ملوش اي لازمة طالما مش دارس في استراليا. ايا كان البلد اللي انت دارس فيها لازم علشان تيجي هنا وتهاجر وكمان تشتغل لازم تكون يا اما دارس في البلد هنا في استراليا، يا اما ان انت لو جاي او دارس في اي بلد تانية في العالم لازم هتحتاج ان انت تعمل معادلة علشان تعرف تهاجر هنا وتعيش في البلد وتشتغل فيها كمان بشكل قانوني. وده هينقلنا لاهم سؤال: ليه اصلا تدرس في استراليا؟ مبدئيا الجامعات هنا في استراليا من الاحسن في العالم. في آخر تقييم لسنة 2024 في 6 جامعات أسترالية اتصنفت من أحسن 100 جامعة على مستوى العالم. أولهم University of Melbourne في المركز ال37، وموناش يونيفرسيتي جامعة موناش في المركز ال54، ويونيفرسيتي اوف سيدني ويونيفرسيتي اوف كوينزلاند وغيرهم كمان. لو مش دارس في استراليا فما عندكش غير طريق واحد بس تقدر بيه ان انت تيجي وتعيش وتستقر هنا، وهو الهجرة. 3 فيز للهجرة اتكلمنا عنهم وشرحنا الفروقات ما بينهم بالتفصيل في فيديو هيظهر لكم هنا، ودول هما ال3 فيز بتوع الهجرة لاستراليا. الفيزا ال189 اشهر فيزا للهجرة لاستراليا، فيزا النقط، والفيزا ال190 وكمان الفيزا 491. عاوز تهاجر لاستراليا بتحقق النقط والشروط المطلوبة وبتقدم على اي منهم. ده كان الطريق الوحيد ان انت تيجي وتعيش وتستقر هنا، وهو الهجرة لو انت ما درستش في استراليا. ولكن لو انت درست هنا بقى في البلد فده هيكون واحد من ضمن كذا طريق انت ممكن تمشي فيهم علشان تستقر وتعيش وتهاجر هنا. وكمان حتى لو قررت ان انت تمشي فيه هتبقى ماشي فيه وانت معاك نقط اكتر بكتير من اي حد تاني ما درسش هنا في استراليا. ازاي؟ زي ما قلنا من شويه ان هجره استراليا هي هجره نقط، فدراستك هنا بتقدر منها تاخد نقط للمؤهل حسب انت هتدرس ايه هنا. ده غير انك لو دارس هنا في استراليا بجانب النقط اللي انت هتاخدها للمؤهل، سواء 10 للدبلوم او 15 لو هتدرس بكالوريوس او 20 نقطة لو هتدرس دكتوراه. بجانب النقط دي بقى لو درست هنا مؤهل بمدة دراسة 2 او اكتر هتاخد 5 نقط زيادة اللي هم الاستراليان ستادي ريكوايرمنتس. سواء دبلوم او بكالوريوس او حاجه اعلى هتاخد 5 نقط زياده. كمان لو درست في مدينه او ولايه ريجنال في استراليا هتاخد 5 نقط كمان زياده اللي هم النقط بتاعه ستادي ان ريجنال استراليا. ولو قررت تدرس ماجستير او دكتوراه في اي جامعه في استراليا لمده 2 او اكتر في مجال دراستك او حاجه ليها علاقه بمجال دراستك هتاخد 10 نقط اللي هم النقط بتاعه السبيشالست اديوكيشن كواليفيكيشن. كل دي نقط بتضاف لنقط السن والخبره والانجليزي بحيث تساعدك توصل لل 65 نقطه اللي انت محتاجهم علشان تهاجر. وكل ما نقطك زادت عن ال 65 نقطه فرصك انك تهاجر بتكون اكبر، وكمان ان الدعوه والفيزا تجيلك اسرع. طيب ده كده كان طريق. في بقى طريق تاني وده اللي تقريبا 90% من الناس اللي بتيجي هنا تدرس في استراليا بتمشي فيه وبتقدم عليه اول ما بتخلص دراسه، لانه بنسبه كبيره مضمون وطريق اغلب الناس عارفاه ان هي بتقدر تقنن عن طريق وضعها بيه هنا في استراليا وتقدر ان هي تعيش وتشتغل وتاخد الاقامه وكمان تاخد الجنسيه في المستقبل. في فيزا هنا في استراليا اسمها ال 485 التمبوراري جرادويت فيزا. دي فيزا بتقدم عليها بعد ما تكون درست مؤهل في استراليا لمده 2 او اكتر، والفيزا دي بتكون مدتها من 18 شهر ل 36 شهر، يعني من 1.5 سنة ل3 سنين على حسب انت درست ايه هنا، الدرجة العلمية اللي درستها هنا ايه، وكمان درست فين هنا في استراليا. تكلفتها بتختلف على حسب انت مقدم على ايه، لان هي ليها كذا نوع،
كل واحدة بمدة وبتكلفة مختلفة، بس تكلفتها بتتراوح ما بين 765 دولار ل 1945 دولار أسترالي. والفيزا دي بتسمح ليك تعيش سواء في الولاية اللي انت درست فيها أو في أي ولاية تانية انت عايزها في أستراليا، وتشتغل فول تايم بشكل قانوني بدون أي ليميت في ساعات العمل بتاعتك، زيك زي الناس اللي معاها الإقامة الدايمة والجنسية. وكمان بتقدر لو معاك عيلة انك تجيبهم يعيشوا معاك هنا وتقدم ليهم في المدارس عادي جدا. هي ببساطة فيزا مؤقتة بتكون بمدة من 1.5 سنة ل3 سنين. خلال الفترة دي بقى انت عندك كذا طريق انت ممكن تمشي فيه علشان تستقر هنا. ممكن بعد فترة انك تتكلم مع الناس في شركتك انك طالما شغلك كويس ان هم يعملوا لك ويقدموا لك على سبونسرشيب، ويقدموا ليك على واحدة من فيز العمل اللي انت ممكن من خلالها تقدر ان انت بعد كده تحصل على الإقامة، وكمان بعد كده تقدم على الجنسية. واشهرهم الفيزا ال186 الامبلوير نومينيشن سكيم فيزا. ده كده طريق تاني بقى هو الجرادويت ستريم في الولاية اللي انت درست فيها. كل ولاية هنا في أستراليا عندها برنامج هجرة خاص بيها للفيزا ال190 وكمان الفيزا 491. برنامج الهجرة ده بيكون فيه كذا ستريم أو طريق، منهم طريق للأوفشور، الناس اللي بتقدم من بره أستراليا، وده اللي بقالنا فترة بنتكلم عليه في فيديوهات الهجرة، لأن أغلب الولايات خلاص فتحت الهجرة أصلا ليها للسنة الجديدة 2025، ونزلت قائمة الوظائف اللي هي محتاجاها، وقالت يا جماعة لو محقق الشروط دي وقائمة الوظائف بتاعتك موجودة قدم عندنا عادي. وهتلاقوا اخر مثلا 4-5 فيديوهات في القناه بيشرحوا كل الولايات اللي فتحت لحد دلوقتي هنا في استراليا، كل حاجه من البرنامج بتاعها، طريقه التقديم، كل حاجه اتفرجوا عليها لو انتوا عايزين تقدموا على واحده من الولايات اللي موجوده هنا في استراليا، سواء على الفيزا ال190 او الفيزا 491. غير طريق الاوفشور ده بقى في طريق تاني اسمه الجرادويت ستريم. ده ستريم كل ولايه بتكون عاملاه بس للناس اللي درست في الولايه دي، تقدر تقدم عليه وبيكون ليهم أولوية للهجرة للولاية دي عن أي حد تاني لو قدموا على أي من الفيزتين ال190 أو 491. فأنت لو درست في ولاية فرصك بقى إنك تهاجر للولاية دي بعد الدراسة عالية جدا لو أنت قدمت على الجرادويت ستريم في الولاية اللي أنت درست فيها. أنت مش هتتنافس أصلا مع أي حد بيقدم من بره أستراليا، أنت دارس هنا وليك أولوية لما تقدم عن أي حد تاني. كأنك رايح سينما أو ملاهي ورحت هناك ولقيت كمية ناس واقفة في طابور وصف طويل جدا مستنية ان هي تدخل، وانت قمت جاي كده السلام عليكم يا جماعه بعد اذنكم بعد اذنك بس بعد اذنك، وقمت داخل جوه عادي جدا بدون ما تستنى اصلا في الصف، كانك VIP كده. الولايات فعلا هنا بتفضل اي حد يكون دارس عندها عن اي حد تاني مقدم من بره. غير الطريقين دول في بقى طريق ثالث انك ممكن تمشي اصلا في الطريق اللي اتكلمنا عنه في الاول خالص، وهو الهجره عن طريق النقط. لو مش عاوز تمشي في الجرادويت ستريم ده او حابب ان انت تهاجر لولايه تانية غير الولايه اللي انت درست فيها، شغلك هنا في استراليا بتاخد عليه نقط خبره. كمان لو اشتغلت في استراليا في مجال من المجالات دي اكاونتنج ICT او الهندسه انجينيرنج، بتاخد 5 نقط كمان زياده. فالنقط دي مع نقط الدراسه هتخلي فرصك عاليه جدا انك تجيلك واحده من الفيز الهجره الثلاثه لو قدمت عليها. انا كنت عملت فيديو بالتفصيل اكتر شويه عن الفيزا ال485 هيظهر لكم هنا فوق، وهتلاقوا فيه كمان تفاصيل اكتر. الفيزا دي هي زي طريق متمهد كده في الهجره، ولكن للاسف علشان تقدم عليها لازم تكون دارس هنا اصلا في استراليا حاجه معينه ليها علاقه بمؤهلك، او حتى لو بعد الثانويه العامه، بس لازم الحاجه دي تكون لمده 2 او اكتر علشان تعرف تقدم عليها وتستفيد بالمميزات اللي هي بتقدمها لك، ان انت تقعد هنا وتشتغل لفتره معينه قانوني جدا بعد الدراسه. فباختصار كده لو هجمع اللي انا قلته ده كله في جمله واحده، هتبقى الدراسه في استراليا هي طريق مضمون للهجره. ركزوا معايا قوي قوي بقى في الجزء اللي جاي ده. فيزا الدراسه هنا في استراليا اسمها ستودنت فيزا سب كلاس 500، او باختصار اللي زي ما بيسموها هنا كده فيزا 500. الفيزا دي هي اللي انا بتكلم عليها النهارده، ودي بتقدر منها تيجي هنا تدرس اي حاجه انت عاوزها في استراليا لمده اقصى حاجه 5 سنين، وتكلفتها حاليا 1600 دولار استرالي. وكمان بتسمح ليك تجيب عيلتك معاك كمرافقين، وتقدر عن طريقها تدخل وتخرج من استراليا زي ما انت عاوز طول فترة الدراسة بتاعتك. سن الدراسة هنا في استراليا هو من 6 سنين فما فوق، ملوش حاليا حد اقصى من على الموقع، ولكن احسن سن تيجي هنا تدرس فيه هو في العشرينات. الهجره لاستراليا اخرها 45 سنه، فحتى لو جيت تدرس هنا وانت قريب من السن ده، فرصك انك تهاجر بعد الدراسه هتكون صعبه جدا. احنا بقالنا هنا في القناه مع بعض اكتر من 4 سنين تقريبا، وانا كل حاجه بطلع اتكلم فيها معاكم بكون متاكد منها
جدا 100%، لاني بكون يا اما شفت حد مر بالكلام دوت او قدم عليه وانا واثق فيه، او بكون انا عملتها وقدمت عليها بنفسي وبطلع اتكلم عنها من تجربتي انا الشخصيه. فيزا الدراسه فيزا 500 هي واحده من الفيز اللي انا ما قدمتش عليها هنا في استراليا، فما عنديش كميه المعلومات الكافيه اللي انا ممكن اقول لكم على كل حاجه خاصه بيها من تجربتي الشخصيه، لان انا للاسف ما قدمتش عليها. ففي فيزا الدراسه مش هعرف افيدكم قوي، ولكن انا معايا النهارده حد هيقدر ان هو يقول لكم كل حاجه عنها، وكمان يمشي معاكم في اجراءات التقديم للجامعه ويقول لكم ايه انسب ولايه وايه كمان انسب جامعه انتم ممكن تدرسوا فيها بناء على الحاجه اللي انتوا عايزين تدرسوها، وكمان الميزانيه البادجت او كميه الفلوس اللي معاكم واللي انتوا حاطينها علشان تدرسوا بيها، وعاملين حسابكم ان انتوا مش عايزين تصرفوا اكتر من الميزانيه دي. وكمان هيساعدكم في التقديم على الجامعه بحيث ان انتوا تاخدوا الموافقه المبدئيه من الجامعه ان انتوا تدرسوا عندها، اللي هو بيسموه هنا الانرولمنت ليتر. ده زي جواب كده بعد ما بتقدم الجامعه بتبعته لك بتقول لك احنا موافقين ان انت تدرس عندنا، والجواب ده بتاخده وبعد كده بتقدم بيه بقى انت على فيزا الدراسه الفيزا ال 500 دي. كل بقى الكلام اللي انا بقوله دوت واللي هو هيعمله لكم ده كل ده هيكون بدون مقابل. زي ما سمعتوا كده بدون مقابل، مش هياخد منكم اي حاجه. جلوبال ستودنت ادفايزر هو مكتب ووكيل للهجره والدراسه في استراليا وبلاد كتيره في كل حته في العالم، اكتر من 4000 جامعه على مستوى العالم كله في امريكا وكندا واستراليا ونيوزيلندا واوروبا وكمان اسيا. لو دخلتوا على الموقع بتاعهم globalstudentadvisor.com هتلاقوا الكلمه او الجمله اللي كل الناس بتحبها free of charge. يعني ايه ببلاش؟ هم بيساعدوا الطلبه انهم يختاروا الولايه وكمان الجامعه المناسبه ليهم، وكمان بيراجعوا ليك الورق كله ويقدموا لك كمان على الدراسه في الجامعه ويجيبوا لك كمان الموافقه من الجامعه انك تدرس عندهم. الانرولمنت ليتر الجواب اللي الجامعه بتبعته لك وتقول لك احنا موافقين ان انت تيجي تدرس عندنا الكورس ده اللي انت عايزه. كل ده بدون اي مقابل، وده اللي اسمه الانرولمنت في الجامعه نفسها. وانت بعد كده ممكن لو حابب تاخد الانرولمنت ليتر الجواب اللي جالك من الجامعه ده وبتروح تقدم بيه بقى على فيزا الدراسه فيزا 500، او ممكن هم بقى يساعدوك لو انت عاوز بمقابل مادي صغير ويقدموا لك هم بنفسهم على فيزا الدراسه. هم بس بياخدوا منك مبلغ رمزي، ولكن الفلوس بتاعتهم نفسها بياخدوها بقى من الجامعه كنسبه لما انت بتجيلك الانرولمنت ليتر الجواب، وكمان بتطلع لك الفيزا وبتيجي هنا استراليا وتبدا ان انت تدرس. فانت من اول ما تتعامل معاهم لحد ما بتجيلك بقى الانرولمنت ليتر الموافقه المبدئيه من الجامعه واللي انت بقى بتاخدها وبتروح تقدم بيها على فيزا الدراسه فيزا 500، مش بتحتاج تدفع لهم اي حاجه. انت بس بتحتاج تدفع فلوس الدراسه لاول سيمستر منك للجامعه على طول للحاجه اللي انت عاوز تدرسها، وبتدفع فلوس فيزا الدراسه نفسها ال 1600 دولار استرالي. ولو حبيت انك تمشي معاهم في طريق التقديم على الفيزا ويقدموا لك هم عليها بحيث فرص انك تحصل على فيزا الدراسه تكون اكتر، ساعتها بس بتحتاج ان انت تدفع ليهم مبلغ. وحاليا هم عاملين خصم 50% لو انت دلوقتي حبيت تتواصل معاهم علشان يساعدوك في التقديم على فيزا الدراسه. طبعا كل الناس دلوقتي اللي هو طيب تمام الحمد لله طالما ببلاش دلوقتي في الاول بالذات يبقى نفكر ناخد بس كده الموافقه من الجامعه وبعدين ربنا يسهل. لو من على الموقع دوست على ستارت اب انرولمنت بروسيس فري هتروح لصفحه تانية هتحتاج بس تملى فيها بياناتك واخر حاجه انت درستها سواء مدرسه او معهد او كليه، والحاجه المؤهل اللي انت عاوز تدرسه هنا في استراليا، ولو كمان عارف انت عاوز تدرس في انهي ولايه هنا وانهي جامعه. لو مش عارف او لسه ما قررتش هم هيساعدوك ويقولوا ليك ايه احسن الجامعات المناسبه للحاجه اللي انت عاوز تدرسها، وكمان في البادجت الميزانيه بتاعتك اللي انت حاططها. ولو شغال حاليا ايه شغلانتك وهل معاك انجليزي ولا لا سواء ايلتس او بي تي اكاديميك. ولو مش معاك مش مشكله اختار بس السكور اللي انت شايف انك ممكن تجيبه من مستواك الحالي في الانجليزي، وايه الميزانيه اللي معاك في البنك ومخطط انك تدرس بيها هنا، واخر حاجه السي في بتاعك. بس كده بمجرد ما تدوس سبميت كل بياناتك اللي انت دخلتها هتدخل عندهم على السيستم وهيجي لك ايميل فيه لينك تتواصل بيه معاهم على واتساب برقم تليفونك في اي بلد انت مقيم فيها، وتبدا تتواصل معاهم بالعربي عادي جدا. علشان ابقى غطيت كل حاجه عن الدراسه هنا في استراليا خلينا بقى دلوقتي نجاوب على كام سؤال مهمين قوي قوي. اول سؤال، هل ينفع تيجي هنا استراليا تدرس انجليزي او اي حاجه تانية رخيصه وتظبط وضعك وتشتغل وتعيش هنا؟ الإجابة للأسف لا. زمان كانت الحكومة بتسمح بكده، كانت الناس بتيجي هنا وتدرس تقدم على فيزا دراسة وتيجي هنا تدرس أي حاجة وليكن مثلا إنجليزي ب 400 500 دولار مثلا السيمستر، فدي بالنسبة لفلوس الدراسة الفعلية هنا يعتبر مبلغ قليل جدا، فالناس كانت بتيجي هنا تدفع المبلغ القليل ده
وتدرس الحاجه اللي هي مثلا الانجليزي، بس هي مش جايه هنا تدرس، هي جايه تشتغل. وبيشتغلوا هنا طول مده فتره الدراسه وبيعملوا شويه فلوس حلوه، واول ما فتره الدراسه دي بتخلص بياخدوا الفلوس دي وبيرجعوا على بلدهم تاني. فالحكومه قالت لا، لو عاوز تدرس هنا حاجه في استراليا وعلشان نديك على الحاجه دي او المؤهل او اللي انت عايز تدرسه دوت نديك عليه فعلا فيزا الدراسه ونديك موافقه ان انت تيجي تدرس الحاجه دي هنا، لازم الحاجه اللي انت عايز تدرسها دي تكون ليها علاقه بشكل ما ولو حتى من بعيد بمؤهلك اخر حاجه او اخر شهاده علميه انت معاك. ولو محتاج بقى تدرس انجليزي مع الحاجه اللي انت عاوز تدرسها هنا مش مشكله، هنعمل لك زي كورس كومبايند كده تدرس فيه انجليزي الاول بحيث تقوي مستوى الانجليزي بتاعك، وبعد كده تبدا بقى تدرس الكورس اللي انت اصلا جاي هنا او فيزا الدراسه اصلا طالعه لك علشان تيجي هنا وتدرسه. لكن انت تاخد فيزا دراسه على اي حاجه رخيصه او ان انت تيجي هنا تدرس مثلا انجليزي او اي حاجه تانية، للاسف لو قدمت بنسبه كبيره جدا فيزا الدراسه بتاعتك هتترفض. الحكومه هنا خلاص ما بقتش بتدي فيز دراسه على الحاجات اللي الناس كانت بتيجي تدرسها زمان وكانت بتيجي تعمل فلوس وترجع تاني بلدها، الموضوع ده خلاص هنا انتهى. تاني سؤال، لو انا معايا ثانويه عامه او انا حاليا بدرس في اي جامعه سواء جامعه حكوميه او خاصه وبدرس اي حاجه مؤهل معين وانا مثلا في اول او تاني سنه، هل ممكن ان انا أو يعني اكمل دراستي هنا في استراليا؟ الاجابه طبعا مفيش اي مشكله. لو معاك ثانويه عامه ايا كان مجموعك تقدر ان انت تيجي وتكمل وتبدا دراستك هنا في استراليا لاي حاجه انت عاوزها، بس مش انجليزي، لازم يكون مؤهل سواء دبلوم او بكالوريوس. ولو بتدرس دلوقتي حاجه في بلدك وحابب ان انت تكملها هنا في استراليا تقدر تعمل كده عادي جدا، تقدر تكمل دراستك هنا في استراليا ايا كانت الجامعه اللي انت درست فيها في بلدك سواء جامعه حكوميه او كمان جامعه خاصه. الفكره بس ان لازم كل حاجه تبقى بتكمل بعض. لو انت مثلا درست بكالوريوس هندسه في مصر يبقى لو عاوز تيجي تدرس هنا لازم تدرس حاجه على نفس الليفل او اعلى. يعني انت معاك مثلا بكالوريوس هندسه هتيجي هنا تدرس يا اما بكالوريوس في حاجه ليها علاقه كمان بالهندسه او درجه اعلى، ما ينفعش ان انت تنزل. ما ينفعش مثلا لو انت جاي معاك هنا بكالوريوس تقول انا عايز ادرس دبلومه، لا هو دبلومه بكالوريوس ماجستير دكتوراه. ما ينفعش لو معاك حاجه من بلدك تيجي تدرس هنا حاجه اقل، يا اما نفس الليفل يا اما اعلى، وكمان حاجه بشكل ما تكون ليها علاقه بمؤهلك وبتكمله. يعني لو انت معاك بكالوريوس هندسه ما ينفعش هنا مثلا تيجي تدرس او تقول انا عايز ادرس بكالوريوس تمريض. ازاي ان انت مهندس ومعاك بكالوريوس هندسه وعايز هنا تيجي تدرس بكالوريوس تمريض؟ الحاجتين بعاد جدا عن بعض. لازم دراستك لو معاك مؤهل عالي تكون ليها علاقه بشكل ما باخر حاجه انت درستها وبتكملها. ثالث سؤال، تكلفه الدراسه تقريبا كام في استراليا؟ وايه هي ارخص حاجه اقدر ادرسها هناك؟ الدراسه هنا في استراليا مش رخيصه، مفيش حاجه هنا اسمها ارخص حاجه. تكلفه الدراسه بتختلف بشكل كبير على حسب انت عاوز تدرس فين وهتدرس كمان ايه، دبلومه ولا بكالوريوس ولا ماجستير ولا دكتوراه، وكمان دراستك دي هنا هتكون كام سنه. فالتكلفه مش بتكون ثابته، ولكن الدراسه هنا بالذات للدراسات العليا الماجستير والدكتوراه ممكن توصل او بتتراوح تكلفتها ما بين 30 ل 40 الف دولار استرالي على مدى مده الدراسه اللي بتكون تقريبا حوالي سنتين. وللدبلوم والبكالوريوس ممكن توصل تكلفتها ل 22 الف دولار استرالي. ممكن في ناس تشوف ان المبلغ ده رقم كبير، ولكن ده مشروع هجره. انت بتعلم اولادك في واحده من احسن الدول في العالم في مستوى التعليم بحيث ان هم يقدروا يعيشوا هنا ويستقروا فيها في المستقبل. فلو انت قادر ماديا ده احسن استثمار فعلا انت ممكن تعمله في حياتك لاولادك. واعتقد ان الجامعات في مصر سواء الجامعه الامريكيه الاي يو سي والجامعه البريتش اللي هي الجامعه البريطانيه وكمان الكنديان الجامعه الكنديه، يعني تكلفه الدراسه فيهم ممكن تكون تقريبا نفس المبالغ اللي انا بتكلم عليها دي ان ما كانش كمان اكتر. النقطه دي ممكن الوكيل التعليمي بتاع الدراسه اللي انا اتكلمت عنه في الفيديو بتاع النهارده يفيدكم فيها جدا، لان انتوا وانتوا بتتكلموا معاه بتقولوا له على الميزانيه البادجت اللي انتوا حاطينها وعايزين ما تخرجوش براها وتدرسوا بيها، وهو بيشوف بقى الدراسه اللي انتوا عايزين تدرسوها، عايزين تدرسوا مثلا مواد ايه او المجال اللي انتوا عايزين تدرسوه ايه الولايه اللي انتوا عايزين تدرسوا فيها مثلا لو انتوا مش عارفين، او هو بيشوف لكم لو انتوا عارفين اوكي، لو انتوا مش عارفين هو هيشوف لكم وبيدور كده على انسب حاجه انت تدرسها يعني ليها علاقه بالمؤهل اللي معاك او اللي انت عايز تدرسه، وكمان ايه انسب جامعه وكمان انسب ولايه في الميزانيه اللي انت حاططها، وبيقول لك دي الاختيارات اللي عندي، ايه الاختيارات اللي انت ممكن تدرس فيها. انت ممكن تدرس هنا في الجامعه دي في الولايه دي او الجامعه دي في الولايه دي او الجامعه دي في الولايه دي بيزد على او بناء على الميزانيه اللي انت حاططها. فهو بيسهل عليك جدا لو انت لسه انا عايز ادرس تمريض بس مش عارف ادرس فين، مش عارف ادرس في انهي ولايه، مش عارف ادرس في انهي جامعه،
بس انا معايا الميزانيه دي، ادرس فين؟ هو هيقدر يجاوبك على الاسئله دي ويقدم معاك كمان للجامعه ويجيب لك كمان الموافقه، وكل ده بدون اي مقابل. فموضوع ادرس فين، انهي ولايه، انهي جامعه، انت مش محتاج اصلا تحمل همه خالص، هو هيشيل عنك القصه دي كلها. رابع سؤال، هل ممكن ان انا اشتغل بقى في استراليا وانا على فيزا الدراسه ولا لا؟ الاجابه انت ممكن تشتغل وانت على فيزا الدراسه. لو جيت هنا وبدات دراسه لاي دبلوم او بكالوريوس، في اوقات الدراسه مسموح لك تشتغل ل 48 ساعه كل اسبوعين، يعني 24 ساعة في الأسبوع. وفي أوقات الأجازات لو الدراسة واقفة، هنا السنة بتتقسم ل4 فصول سيمسترز، وما بين كل سيمستر والتاني بيكون في حوالي أسبوعين أجازة. في أوقات الأجازة دي بقى أنت كطالب هنا ممكن تشتغل زي ما أنت عاوز، مفيش قيود على عدد الساعات العمل بتاعتك. بينما لو جيت هنا وبدأت دراسة لماجستير أو دكتوراه، حاجة فيها بحث علمي ريسيرش، فما فيش أي قيود على عدد ساعات العمل بتاعتك سواء في وقت الدراسة أو وقت الأجازة. من أول يوم بمجرد ما الكورس بتاعك بيبدأ ممكن تبتدي تشتغل، مفيش أي قيود على عدد ساعات العمل بتاعتك. كل الكلام ده لو أنت سنجل. لو بقى معاك زوجتك فهي بتيجي معاك على فيزا الدراسة 500 دي كمرافق، ومن اول ما تحط رجلها في البلد بتقدر تشتغل زي ما هي عايزه، مفيش اي ليميت وحد لعدد الساعات لو انت بتدرس ماجستير او دكتوراه. ولكن لو انت بتدرس حاجه تانية سواء دبلوم او بكالوريوس، زوجتك او المرافق اللي معاك هتقدر بس تشتغل 48 ساعه كل اسبوعين، يعني 24 ساعه في الاسبوع، سواء الكورس بتاعك شغال او حتى في الاجازات. والعكس طبعا لو الزوجه هي اللي مقدمه على فيزا الدراسه والزوج هو اللي جاي هنا كمرافق. بيتهيألي كده انتوا فهمتوا الفكره. السؤال الخامس، هل ممكن ان انا احوش واوفر فلوس الدراسه من خلال شغلي هنا في استراليا؟ وهل شغلي ده هيكفيني كمصاريف اكل وشرب وايجار ولا لا؟ شغلك هنا في استراليا ممكن تجيب منه مصاريفك سواء اكل او شرب او ايجار، ولكن صعب جدا جدا انك تقدر من شغلك ده تجيب مصاريف الدراسه، لانك محتاج تشتغل وتدرس. وصدقني انت هتحتاج تبذل وقت ومجهود في ان انت تدرس، مش هتعرف تشتغل طول الوقت. اي ماده مش هتنجح فيها هتحتاج ان انت تعيدها تاني، وكل مره هتدفع من 3 ل 4000 دولار استرالي للماده علشان اصلا تعيدها. فصدقني انت هتحتاج ان انت تقعد وتذاكر. قيود الساعات العمل اللي انت ممكن تشتغلها دي هتأيدك، محدش هيقدر يشغلك او هيرضى يشغلك اكتر من عدد الساعات دي. ده غير ان انت حتى لو اشتغلت بلاك ماني اللي هو كاش ان هاند، واشتغلت عن حد بيقبضك كاش بحيث ان انت ما حدش ياخد باله، فلوس كاش اللي هو البلاك ماني او الكاش ان هاند دي بتكون اقل بكتير اصلا من من الليميت اللي انت ممكن تقبضه. لو مثلا قانونا انت ممكن تقبض 25 دولار مثلا في الساعه، هيدوك اقل بكتير من كده، فانت برضو مش هتعرف تعمل كميه الفلوس اللي انت متوقعها. ده غير ان انت حتى الفلوس اللي انت بتشتغل بيها دي، لو انت اشتغلت مثلا 48 ساعه في اوقات الدراسه وبدون عدد ساعات مثلا محدود في اوقات الاجازات، كل الفلوس اللي انت هتعملها والشغل اللي انت هتعمله ده، كل الفلوس اللي انت هتحوشها دي او هتطلع لك، هتدفع عليها جزء كبير اصلا ضرائب. وكل ما هتشتغل اكتر كل ما نسبه الفلوس اللي انت هتحصلها هتزيد، فهتحتاج تدفع عليها فلوس او ضرائب كمان ازيد. هم هدفهم هنا انهم يخلوك تشتغل وانت بتدرس، مش خالص ان انت تعمل فلوس. هم هدفهم ان هم يخلوك تشتغل ان انت تاخد خبره بس مع الدراسه اللي انت بتعملها، علشان بعد ما تخلص لو انت حبيت ان انت تهاجر تبقى عندك خبره وتعرف ان انت تشتغل على طول في المجال، وتقدر ان انت بقى تخش في الترس بتاع المكنه بتاع الشغل، وان انت تشتغل وتعمل فلوس وتفيد الاقتصاد هنا اصلا في البلد، وكمان كل ده تدفع عليه بعد كده ضرائب. هم من الاخر كده عايزينك تيجي هنا تدفع فلوس الدراسه، ولما كمان تشتغل تدفع على فلوس شغلك دي ضرائب، مش خالص علشان تحوش. السؤال السادس بالنسبه بقى للسكن، ازاي ان انا الاقي سكن هنا في استراليا سواء من قبل ما اوصل او حتى لما اوصل هنا مثلا، ازاي ان انا اظبط سكن هنا وانا خلاص بقى هبدا ادرس. الموضوع هنا سهل مش صعب خالص. اغلب الطلبه هنا لما بتوصل بتقدم ان هي تقعد في السكن بتاع الجامعه نفسها اللي هم بيسموه هنا الدورم، سواء ان انت عايز تقعد لوحدك مثلا في اوضه او ان انت حابب ان انت تشارك اوضه مع حد تاني، وده بتقدم عليه من موقع الجامعه نفسها، وبمجرد ما توصل بتسكن عادي جدا. وكمان ممكن تشوف سكن جنب الجامعه، ممكن يكون كمان ارخص، وانا عملت فيديوهات كتيره شرحت فيها كل حاجه عن انك ازاي تلاقي سكن سواء من بره استراليا او حتى لما توصل هنا، سواء عايز اوضه سواء عايز بيت سواء عايز شقه، كل حاجه هتلاقوها في فيديوهات ازاي تدور على سكن او مكان تعيش فيه
هنا في استراليا بمجرد ما توصل. اخر سؤال، هل الفتره اللي انا قعدتها على اي فيزا هنا مؤقته في استراليا، سواء الفيزا ال 186 او الفيزا ال 485 اللي اتكلمنا عنهم في الفيديو بتاع النهارده، او اي فيزا تانية مؤقته كنت قاعد هنا عليها وشغال بيها في استراليا، هل المده والفتره دي بتتحسب من فتره التقديم على الجنسيه ولا لا؟ الاجابه بتتحسب. علشان تقدم على الجنسيه هنا في استراليا لازم تكون قعدت 3 سنين من اخر 4 سنين قبل ما انت تقدم على الجنسيه. الثلاث سنين دول بقى ممكن تكون على اي نوع فيزا، سواء فيزا اقامه دايمه او حتى كمان فيزا مؤقته، بس مش فيزا دراسه. شرط وحيد بس ان اخر سنه 12 شهر من الاربع سنين دول قبل ما تقدم على الجنسيه، لازم اخر 12 شهر دول تكون على فيزا اقامه دايما permanent residency، مش اي فيزا تانية مؤقته. فلو انت قعدت هنا 3 سنين على اي فيزا مؤقته وقدمت بعدهم على فيزا الاقامه الدايمه البيرمننت ريزيدنسي واخدتها، بعد 12 شهر بس ممكن ان انت تقدم على الجنسيه عادي جدا، زيك زي المهاجر اللي جه هنا استراليا بي بي ار بيرمننت ريزيدنسي من اول يوم واضطر ان هو يستنى 4 سنين علشان يقدم هو كمان على الجنسيه. ده كان فيديو النهارده، كل حاجه انا اعرفها عن الدراسه في استراليا. الدراسه هنا ممكن تكون غاليه على بعض الناس، ولكنها خطوه وشوط كبير قوي لو بتفكر ان انت تهاجر هنا. حاجه اخيره مهمه جدا، فيزا الدراسه لاستراليا هي واحده من الفيز الحساسه جدا، بمعنى انك لو قدمت عليها ولاي سبب فيزتك بتاعت الدراسه دي اترفضت، اي فيزا تانية ما عدا فيزا الهجره لاستراليا فرصك انك تحصل عليها، زي مثلا فيزا الزياره او اي فيزا حتى دراسه في المستقبل، فرصك انك تحصل عليها في المستقبل هتكون صعبه جدا. هيكون في نسبه كبيره جدا ان اي فيزا تانية تقدم عليها في المستقبل ما عدا فيزا الهجره انها تترفض ليك، ومش لاستراليا بس، لا ده كمان لنيوزيلندا وكندا وامريكا ودول كتيره جدا في اوروبا وانجلترا. البلاد دي كلها متوصله ببعض كده زي سيستم، فاي فيزا سواء دراسه او زياره لاي بلد من البلاد اللي انا اتكلمت عنها دي هتقدم عليها في المستقبل، نسبه ان الفيزا بتاعتك دي تترفض للبلاد دي كلها هتكون عاليه جدا، لانهم زي ما انا قلت متوصلين ببعض كده بسيستم. وانت حتى وانت بتقدم على اي فيزا ليهم هيتسال كده وانت بتقدم، هل في اي فيزا مؤقته انت قدمت عليها قبل كده واترفضت؟ فاضطر طبعا انت تقول. فبنسبه كبيره ده هيكون سبب مهم جدا ان اي فيزا تقدم عليها سواء زياره او دراسه لاي من البلاد دي، فرص انك تكون او فرصك انت تترفض فيها هتكون عاليه جدا. فخلي بالكوا قوي من النقطه دي. نصيحتي ليكم تتواصلوا مع الوكيل التعليمي اللي انا اتكلمت عنه في فيديو النهارده، هيفيدكم جدا ايه الجامعه اللي تدرسوا فيها، ايه الولايه اللي تدرسوا فيها على حسب الميزانيه اللي انتوا حاطينها، وكمان هيمشي معاكم كمان في الاجراءات بتاعه التقديم مع الجامعه من غير ما تدفعوا له اي حاجه. مش هياخد منكم اي فلوس، هيساعدكم في اختيار الولايه والجامعه، وكمان يجيب ليكم كمان الموافقه المبدئيه الانرولمنت ليتر من الجامعه انها موافقه ان انتوا تدرسوا عندها. كل ده بدون اي مقابل. ولو انتوا بقى حابين بعد كده تكملوا معاه ويقدم هو ليكوا بعد كده على فيزا الدراسه، بياخد منكم مبلغ صغير بس في المقابل بيزود جدا فرصك انك تجيلك اصلا فيزا الدراسه لما كمان تقدم عليه. طيب لو انت بقى ميزانيتك اقل من كده بكتير، 2000 ل 3000 يورو مثلا، او عاوز تدرس بس شايف ان استراليا بعيده وعاوز تدرس في مكان تاني بره، استنى بقى الفيديو اللي جاي هقول لك فيه ازاي بمبلغ اقل بكتير جدا من المبلغ اللي انت هتحتاجه عشان تدرس هنا في استراليا ممكن تدرس بيه في اي بلد تانية انت عاوزها. استنوا الفيديو اللي جاي عن الدراسة في اي مكان تاني في العالم غير استراليا وبمبلغ اقل بكتير جدا من تكلفة الدراسة هنا. يا ريت تشيروا الفيديو عشان يوصل لاي حد بيفكر ان هو يدرس او يهاجر لاستراليا في المستقبل، ولايك للفيديو لو عجبك، وسبسكرايب للقناة لو حابب ان انت تعرف اكتر معلومات هجرة دراسة اي حاجة هنا عن استراليا، او بتفكر ان انت تيجي هنا تدرس وتهاجر ان شاء الله في المستقبل. ولو عندك اي سؤال ليا هتلاقي لينكات التواصل معايا تحت الفيديو في الديسكريبشن. اشوفكم الفيديو اللي جاي وسلام.